أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الكوميدية الشهيرة زينات صدقي. هنقول اتولدت زينب محمد سعد في 4 إبريل 1913 بحي الجمرك في اسكندرية. دخلت المدرسة الإلزامية وبعدين الابتدائية، ومنعها والدها إن هي تكمل دراستها، وبعدين جوزها لواحد من العيلة وهي عندها تقريبا 15 سنة، لكنه طبعا كان جواز فاشل. اتطلقت في أقل من سنة بسبب سوء معاملة الزوج. اشتغلت في البداية مونولوجيست ورقاصة، واعترضت أسرتها على شغلها في الفن. هربت بقى زينات صدقي للشام وتحديدا للبنان مع والدتها وصاحبتها المقربة جدا خيرية صدقي. هناك قابلت الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دور في مسرحية له، وأطلق عليها اسم زينات، وأخدت هي صدقي من اسم صاحبتها المقربة خيرية صدقي. كمان ساعدها سليمان نجيب، وكان أول أفلامها الاتهام سنة 1934، وبعدين بسلامته عايز يتجوز 1936، وبعدين أدوار بقى تانية كتير عملت مع معظم الفنانين في الفترة دي زي يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي. واكتسحت مجال الكوميديا النسائية مع عدد قليل جدا من نجمات السينما المصرية زي ماري منيب ووداد حمدي في الستينات. واتجوزت من موسيقي مغمور في فرقة الريحاني اسمه إبراهيم فوزي. كمان انفصلت برضو بدون إنجاب، لكن بالرغم من جوازها مرتين لكنها اتشهرت بدور العانس اللي بتبحث عن زوج في الأفلام. وبعدين بدأت نجوميتها تقل حبة حبة، وزمايلها عطوها ظهرهم لحد ما فلست. واضطرت طبعا إن هي تبيع عفش بيتها عشان تلاقي تاكل. واتنست 6 سنين لحد ما اتصابت بالماء على الرئة. سنة 1976 حصلت على شهادة جدارة ومعاش استثنائي من السادات. مع نهاية الستينات بدأت تختفي واحدة واحدة، وآخر أفلامها فيلم بنت اسمها محمود. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.